المريض عمره 53 سنة، اشتكى من ألم بالصدر حاد، راجع مستشفى الإمام الحجة طوارئ. خلال دقائق تم عمل تخطيط القلب واكتشاف أنه يعاني من أزمة قلبية حادة، جلطة قلبية واسعة الانتشار. صار رأساً اتصال، وأيضاً طول المريض العلاجات الإسعافية الأولية من مميعات الدم، وأيضاً وضعه تحت المراقبة الشديدة. خلال دقائق معدودة تم إدخاله إلى شعبة الإنعاش ومن ثم إلى القسطرة بصورة عاجلة. تم إجراء عملية قسطرة لمعرفة وضع الشرايين واكتشاف وجود شريان الأمامي النازل مسدود خثرة. تم فتحه عن طريق زرع دعامة، وكانت العملية ناجحة وسريعة جداً.